اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده عصير البرتقال بطريقه مختلفه وطعمه في منتهى الجمال. طبعا ده البرتقال اللي فرزته معاكم من السنه اللي فاتت. طبعا هو البرتقال الصيفي موجود، ممكن تجيبيه وتستعمليه بداله، بس ده البرتقال اللي فرزته معاكم حبيتكم اوريكم شكله. هنعمله بطريقه مختلفه. طبعا ده البرتقال وهنحط له بطاطا. طبعا ما تستغربوش اللي احنا هنضيف له بطاطا. اعملي شويه صغيرين وجربيهم وشوفي طعمه هيعجبك في منتهى الجمال. وطبعا كميه السكر حسب ما انت عايز. انا نزلت بالبطاطا وهنزل عليها بعصير البرتقال. زي ما قلت لك البرتقال الصيفي موجود، ممكن تجيبي منه وتعصريه وتعمليه على طول. وطبعا زي ما انتم شايفين البطاطا موجوده في السوق، وكمان لسه داخل علينا الشتاء هتبقى موجوده كمان. هتعملي بقى احلى عصير برتقال وجربيها وشوفي طعمها. طبعا لان البطاطا ملهاش اي طعم، يعني مش هتغير طعم البرتقال، وهتلاقوا طعمه في منتهى الجمال. وجربيها ومش هتندمي. ده خلاص بعد ما ضربت البطاطا مع عصير البرتقال مع السكر. شايفين القوام؟ وما غيرتش حاجه خلاص في لون البرتقال. مش احنا ساعات بنعمل البرتقال بالجزر؟ جربيه بالبطاطا هتلاقيه اطعم كمان من الجزر، وكمان بيزود الفايده الغذائيه بتاعته. زي ما انتم شايفين كده. طبعا حابه تقدميه بقى بتلج لان احنا لسه في الصيف، ماشي. وكمان هيبقى جميل كمان في الشتاء عشان فيتامين سي والبرد، وكمان الفوائد اللي موجوده معانا في البطاطا. ويا رب تجربوه ويعجبكم ويكون سهل عليكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب كمان تشير اشعارات وتصف فيديو اكتر من 1,000,000 لايك وانت تضحى حبايبي. باي باي.